قامت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 25/4/2023 باستهداف سيارة مدنية جنوب مدينة كوباني، ما أدى إلى استشهاد أحد مواطني كوباني وجرح 2 آخرين. تزامن هذا الاستهداف مع مبادرة حل الأزمة السورية التي طرحتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. إن مواصلة دولة الاحتلال التركي لانتهاكاتها وتحركاتها المستمرة في شمال وشرق سوريا تهدد وبشكل مباشر حياة المدنيين، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية دون أدنى محاسبة أو إدانة من المجتمع الدولي. وإن مثل هذه الاستهدافات ضد مناطق شمال وشرق سوريا ما هي إلا لضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المنطقة وإجهاض بكافة التضحيات في سبيل مكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة من داعش، كما وتشكل خطرا على شكل ومستقبل الحل السياسي في سوريا وتقويض للجهود الدولية في إحلال الأمن والسلام في المنطقة، في محاولة من الحكومة التركية تصدير أزمتها الداخلية إلى دول الجوار بعد فشلها الذريع داخليا وتراجع شعبية حزبه مع قرب موعد الانتخابات لتغطية مساوئه واستغلالها سياسيا. وإن كل ذلك يتم بشكل ممنهج ومخطط. إن الصمت الدولي إزاء كل تلك الانتهاكات من قبل دولة الاحتلال التركي ما هو إلا دليل على ازدواجية المعايير الدولية، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع.